بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم فيديو جديد وحلقة جديدة من قناة محمد الحشاش عاشق الكيان. موضوع الحلقة: عمر كمال عبد الواحد ورضا بوبو في الأهلي مقابل بيع كريم ندفد. وأخبار آخر أخبار النادي الأهلي. قبل ما نبدأ حلقتنا، فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعلق بذكر الله، وعلى بركة الله نبدأ حلقتنا. أعلن أمير هشام الأهلي اقترب من بيع كريم ندفد لنادي فيوتشر مقابل الحصول على خدمات الثنائي عمر كمال عبد الواحد ومحمد رضا بوبو. بنسبة كبيرة الأهلي أنهى الاتفاق مع فيوتشر على ضم بوبو وعمر كمال مقابل الاستغناء عن كريم ندفد لسبب عقودهم تنتهي الموسم القادم، والثنائي يرغب في الانضمام للأهلي. مستر كولر عاوز اللاعبين لقيمتهم الفنية. بوبو ممكن يلعب في مركز 8 و10، ولاعب لسه صغير في السن وقادر على التطور مع مستر كولر. وعمر كمال عبد الواحد لاعب جوكر، لاعب ممتاز في الجهة اليمين. بإذن الله مع بيع أليو ديانج إن الفريق هيحتاج في نقل صلاحيات، ربنا يجيبه بالسلامة، أكرم توفيق لنص الملعب، وبالتالي عمر كمال يلعب مكانه مطلوب هناك. لهذا السبب مكان أكرم توفيق. فعشان السبب ده الأهلي محتاجهم الفترة اللي جاية بإذن الله. طبعا هنكمل باقي أخبار الأهلي بعد إعلان حكمي كأس مصر غدا، ورسالة من 90 مليون أهلاوي إلى أمين عمر. النفس الشريفة تطلب الصيانة وتراعي النزاهة. احنا في رمضان، كل سنة وانت طيب. أتمنى إنك تخيب ظن الكثير السيء فيك، لأن سوابقك تاريخك خلى معاهم حق في كل هذا الظن. انوي على النظافة والعدل، احكم بالحق، لا تجامل الأهلي ولا برميدس. اعطي لكل فريق حقه وسلم أمرك لله، وما تعملش حساب إلا لله، ما تخافش إلا منه. والله هتكسب نفسك ورضا ربنا واحترام الجماهير. حقق قول الماوردي فيك: والنفس الشريفة تطلب الصيانة وتراعي النزاهة. واعلم أنك حكم، يعني قاضي. وشوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه على القاضي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاء 3، 2 في النار و1 في الجنة. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقضي به وجار في الحكم فهو في النار. ورجل لم يعرف الحق فقضي للناس على جهل فهو في النار.
رواه الأربعة وصححه الحاكم. رسميا أمين عمر حكما لنهائي كأس مصر، أحمد الغندور حكم لتقنية الفار. معانا بقى سيناريو زنبليطة في السلون، الأسيوط العيوتي، واديني كاس صغير ولا أرحل يا ترى. تعال نشوف إن اتحاد الكرة مش عاوز يزعل الأسيوطي الجديد ولا الملك بتاعه، لأن جايين يستثمروا في نادي بمليارات. النادي إيجار، وحتى ما فيش شباب، اللي بتاع الإدارة والمبنى إيجار بتاع الاجتماعات علشان ياخد بطولات. ازاي بقى ياخد من أول ما بقى بيراميدس ما خدش على أي بطولة لغاية دلوقتي، حتى بطولة رمضانية ما خداش. قعدوا اتفقوا مع بعض بعد كلمة التهديد، وبيهدد مين؟ المفروض يفصل عن بيهدد مين؟ والكل عارف. اتفقوا مع بعض ان يتوجوا بطل للكاس بتاع مصر بالذوق ولا بالعافية. بس في مشكلة، قالوا في مشكلة، لو جبنا حكام أجانب الأهلي هو اللي هيتوج برضه بطل بالكاس. نقوم نعمل ايه بقى؟ نطلع ان الاسيوطي يطلب حكام اجانب كده وكده، ويهدد ويتوعد كده وكده. يقوم ايه؟ ان اتحاد الكرة يرفض ويظهر انه بيجامل الايه الاهلي كده وكده. يقوم ايه؟ لعبتنا بقى واخدين عليها الحكام حكامنا والفرفرنا، ونفاضل بين محمد عادل بتاع الاحتواء او مين، محمد عمر، واخد بالك. ومبروك يا اسيوط مقدما، بس احب اطمنكم ولا يحيك المكر السيء إلا بأهله. صدق الله العظيم. وقبل أن نختم حلقتنا، فضل وليس أمر تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعلق بذكر الله، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قناة محمد الحشاش عاشق الكيان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.